بيبدأ مسلسلنا بعمال في مصنع والمشرف بيزعق معاهم عشان ينتجوا أكتر. موجين بيدخل وبيشوف واحد المكنة هتقفل عليه فبينقذه، بس المشرف بيزعق للعامل عشان المكنة بتقف بسببه. فموجين بيلاقي الإنذار بايظ ومفيش خزان، فبيقوله واضح إنكم مش مهتمين بقانون السلامة والصحة المهنية. فبيقوله أنت مين أصلا؟ فبيقوله محامي عمال بيدافع عن حقوقهم. واضح إنك موظف هنا 50 عامل، فهيجيلكوا غرامة بحوالي 5 مليون كده. وهو بيكلمه الحديد بيقع فوقه. بنرجع من سنتين وبيبقى مقدم استقالته من شركة المحاماة اللي شغال فيها، ونزل ركب مع صاحبه العربية وهياخد المكافأة عشان يستثمرها في العملات الرقمية. وصاحبه ده بعد ما خسر كل حاجة معاه بيموت، وموجين طبعا بيعيط عليه، ما هو خسر كل فلوسه معاه، ومراته انفصلت عنه بسبب اللي عمله. بعد العزل مديره بيقوله ما تبقى محامي عمال وانا هعينك في قسم الموارد البشرية وانت شاطر. وفعلا بيذاكر وبيمتحن وبياخد الرخصة. فبيجي يشوف المدير صاحبه بيقوله انه اتمسك في قضية تحرش ضد موظف، فبيفتكر لمساته ليه. فصاحبه بيقترح عليه ياخد كارت ويفتح مكتب، وبيقعدوا يشربوا مع بعض شوية. وهم مروحين صاحبه بيبقى سكران فبيرجع على تمثال في الشارع، فموجين بيمسحه وبيحط له الكارت بتاعه في ايده. موجين بيفتح مكتب وبيشغل اخت مراته معاه، وبتبقى اصلا يوتيوبر صغيره عندها 532 مشترك، فخورة بيهم جدا. بيجيله مكالمة وبيفتكروا انه عميل، وبيطلع تشوليون اللي كان رئيسه بيكلمه عشان عايز يرفع دعوة ضد الشركة بسبب إجراء تأديبي غير عادل، وبيبقى مش معاه فلوس. فهو جو لما بتسمع كده تعمل نفسها زبونة دخلت وبتنادي عليه عشان ما يرفعش القضية، وبتاخده وتنزل يوزعوا القروض بتاعته على الناس في الشارع والبنوك والمستشفيات كده يعني، وبتعمل له إعلان عن النت وبتقلل من سعر الاستشارة. موجين بيدخل سوبر ماركت يشتري نودلز، بس بيبقى في زبون سكران بيغلس على البياع. فموجين بيقول له صاحبي الحياة مش صعبة عليك لوحدك، أكيد عليه هو كمان، فنستحمل بعض معلش. بيرجع المكتب بس بيلاقي صاحب العمارة بيدور عليه عشان الإيجار المتأخر. بيدور في التليفون بالليل مش بيلاقي طلبات خالص، وبيلاقي فيديو لمراته ميجو وهي بتطبخ له عشان تعبان، وبتبقى لطيفة خالص بس بتنفصل عنه لما بتعرف إنه قدم استقالته وضيع المكافأة. فبتلم هدومها وبتاخد الكلب وتمشي. بيقوم على صوت حد بيخبط، فبيبص من العين السحرية بيلاقيه واحد بيولع، فبيصحى مفزوع وبيدور على النار في الحلم، وبيطلع انه زيادة ثروة. جو بتيجي وبتاخد مكنة القهوة، فبيجيب لها بقى حاجات كتير تبيعها، ما هما مش شغالين. بيروح لباباه ومامته يطمن عليهم، وبيبقوا ما يعرفوش حاجة عن شغله ولا انه انفصل. فبيقول لهم ان الدنيا تمام يعني. جو تاخده توديه عند صاحبها يوم، وبيطلع انها ادت له مكنة القهوة بتاعته وانه يوتيوبر برضه، وبيقول له انه قرب من المليون، يعني فاضل له بتاع 950 الف بس، وبيبقى محتواه وطني. وبيطلع انه بيقول حاجات كذب في فيديوهاته، فاليوتيوب مش مخلي فيديوهاته تحقق ربح. فبيقول بس تبرعات كويسة. فبيقول له اللي هي ايه يعني؟ فبيقول له ممكن اطلب فرخة مشوية كل يومين مثلا. فبيبقى هيضربه، وبيطلعوا اصلا جايبينه عشان يكلموه ان الحوادث العمل كترت قوي ومحدش مهتم بيها، ودي بتبقى اهمال بشري خلي بالك، يعني عدم توفير معدات الحماية وتجاهل قواعد السلامة. وكده مش حادثة، ده اهمال. فاحنا ممكن نروح الاماكن دي نبلغ عنهم، وده مش هيجيب لنا غير مبلغ صغير، او في اماكن بتبقى عايزة تتجنب الحاجات دي وبيدفعوا اكتر. فبيقول لهم يعني هنصورهم ونبتزهم. فبيقولوا له لا، احنا هنقدم لهم المشورة وهم هيتجنبوا ويقعوا في الحاجات دي تاني، بس كده. وبيروحوا ميجو بتقول لاختها تبعد عن موجين عشان هو تافه ومش هتاخد منه حاجة. فموجين بيبعت لها رسالة انه موافق بس هيبعدوا عن الشركات الملتزمة بالقانون. تاني يوم بيبقوا متحمسين وبيروحوا اول مصنع، وفعلا الحوار بينجح وبياخدوا فلوس كتير. فبيستحلوها بقى كل يوم مصنع او شركة شكل، وكلهم عندهم مخالفات قد كده. طبعا بيكسبوا كتير من ورا الحوار ده، فبيجيبوا حاجات كتير جديدة للمكتب، وبيدفع للراجل الايجار المتأخر. موجين بيحس انهم مبالغين شوية، فبتقوله ولا اي حاجة، انت خايف ولا ايه؟ وبعدين انت مش شايف اننا المفروض نتوسع اكتر؟ يعني في مصانع كبيرة كتير برا المنطقة مش ملتزمين. فبيرفض. فبتقوله وبعدين ممكن ميجو ترجع لك، انا كنت بلمح لها ان الدنيا بدأت تتظبط. غيون يوم يجيب لهم مصنع في عدد وفيات وعدد حوادث مش متبلغ عنها وحوادث متكررة كتير. فبيروحوا المصنع بس بيتفقوا ان نسبته هتبقى 50% وهما الاتنين 50. وقبل ما بيدخلوا
غيونيو بيروح الحمام ويسيبه، وهما بيروحوا لابن صاحب المصنع، وبتقعد هي مع المدير وهو بيروح على المصنع، بس بيلاقي نيمان اللي أنقذه في أول الحلقة. وهي جو بتقول للمدير بدل ما نبلغ عنك وتدفع غرامات، مش هيبقى أحسن لو اتفقنا على مبلغ أقل؟ فبيقول لها انت نصابة، اتصل بالشرطة. فبتقول له ليه، هتسلم نفسك؟ نرجع لموجين اللي بيقول للعمال أنا هنا عشان أساعدكم، كان ممكن حد يتأذي. ولسه بيكمل، الحديد بيقع عليه، بيشوف زي حلم كده وهو صغير في كل مراحل عمره مع أهله. وبيشوف ميجو بتقول لمامته إنه هيموت قريب، وهو بيقول لهم أنا ممتش. فبتقول له بس هتموت، أنت أناني ومش هتتغير. فبيقول لهم أنا عايز أعيش. وبيسمع حد بيولع بيخبط عليه، فالباب بيتفتح وبيلاقي نفسه في مكان فاضي. واحد بيقول له سمعت إنك عايز تعيش فجيت أساعدك. فبيقول له إزاي؟ فبيقول له إن في عدد من الأرواح اللي كانت كويسة بس ماتت ظلم، فأنت هتساعدهم عشان يلاقوا السلام. وبيديله الكارت بتاعه وبيديله العقد عشان يمضيه، وبيمضيه بسرعة. وبيفوق بيلاقي الحديد وقع حواليه وهو كويس، وبيطلع إن الشخص اللي شافه ده هو اللي اداله الكارت بتاعه في الشارع بعد ما وقع كل الحديد حواليه. وبيبقى مفزوع وعمل بيبيع على نفسه، بياخدوه ويمشوا وهو جو ما بتبقاش طايقاه عشان كانت خلاص هتقلب المدير. فغيون يو بيقول لها احنا ممكن نستغل اللي حصل ده عشان نضغط عليه. موجين بيبقى هيحكي لهم على اللي شافه، وفجأة بيلاقي حد جنبه فبيتفزع، بس ما بيبقاش حد شايفه غيره. فبيقول لهم خدوني على المستشفى بسرعة. والدكتورة هناك بتقول له ما عندكش حاجة، روح عيادة طب كوري عشان طاقتك بس مسدودة شوية. وهي اصلا بتبقى بعتها لجوزها. بيروح هناك وبرضه بيشوف الشخص ده هناك. بيرجع المكتب وبيلاقيه قاعد جنبه هيجو، فبيقول لها انه جنبها فبتتفزع. والتاني بيقول له دي فرصة، انت اول محامي تشوف الاشباح وكده هنحقق ملايين المشاهدات. هيجو بتقوله طب ما تسأله كده تساعده ازاي عشان يحس بالسلام. وفعلا بيسأله فبيتريقوا عليه. والشبح بيقول له انا مينو، وبيحكي له انه كان عايش مع مامته بس المدرس بتاعه جاب له مصنع يتدرب فيه عملي، فبيودعها بالسلام بتاعهم وبيروح المصنع. المدير بيعرفه على المصنع وبيقوله لو اشتغلت كويس من غير مشاكل هعينك على طول. وبيوريله السكن اللي بيبقى اصلا من غير سراير. بيروح المصنع عشان يستلم المكنه من الشخص اللي هيمشي، وبيقوله انها بتقف، فلو وقفت هتنضف حزام الشحم ده، ولو ما خدتش بالك المكنه هتسحبك. وبيديله كتاب عن صيانته. بيبقى زمايله بيعاملوه وحش، والاكل بيبقى وحش برضه، بس مش بيقول لمامته حاجه. بيجي العيد وبيبقى المفروض يروحوا، بس بيسمعوا صوت مينوك بيصرخ. بنرجع لموجين واللي بيلاقيهم بيضربوا فيه عشان يفوق. بيطلع المصنع ده هو المصنع اللي لسه رايحينه والحديد وقع عليه فيه. بيروحوا الصحفيه كانت زميلة غيونيو، فالتانية بتغير منها وبتقول لها انها حابب، وبيسالوها عن اي معلومات عن قضيه مينوك. فبتقول لهم ان المصنع سوى الموضوع مع عيلته، بس هتدور على معلومات عن مامته والمدرس بتاعه وتبعتها لهم. فغيونيو بيقول لها انه هيعزمها على وجبه، فالتانية بتتضايق وبتروح قايمه. فبيقوموا وراه هما الاتنين. وغيونيو بيقول لها انت قلتي من شويه اني حبيبك، اعتبر النهارده اول يوم لينا مع بعض. فبتسيبه وتمشي. بيروحوا للمدرس بس ما بيدهمش اي معلومه، وبيقول لهم كده كده المصنع سوا مع عيلته والمدرسه ما بقتش تبعت طلاب تاني هناك. فبيروحوا لمامته وبيطلعوا مفهمينها انه مات بسبب غلطه، وحوادث زي دي بتحصل عادي. فبيقولوا لها انهم مش بيتبعوا لوائح السلامه في المصنع، فهنفتح القضيه تاني عشان محدش يحصل له زي مينو. فبيروحوا المكتب وبيفكروا هما ممكن يعملوا ايه. فبيلاقي انه متسجل في التقرير انه مات الساعه 11:50 ليله اول يوم العيد. وبيبص لغيونيو كده وبيروح تاني يوم السوق عشان يجيبوا له لبس عشان يروح المصنع كعامل، يعني لانهم كده كده محدش شافه لما راح لانه كان في الحمام. وبيروح حاطط الموبايل في جيبه عشان يصور اللي بيحصل، وبيشغلوه من غير عقل. والمشرف بيقوله طبخت رز قبل كده؟ فبيقوله يعني. فبيقوله المكنه زيه بالظبط، هتدوس زرار التشغيل وتسيبها شويه وبعدها بتدوس على الايقاف. طب محدش هيدربني؟ فبيقوله لا، ما انت اتدربت اهو. وبيلمح نيمال صاحب مينو، وبيبقى نيمال بيعرف يتكلم كوري بس بيستعبط قدام المشرف عشان ما يشغلوهوش شغل كتير. نيمال بياخد باله انه بيصور، فبيقوله انا عايز اوضح ظروف الشغل هنا والمسؤولين يتعاقبوا. فبيقوله بس انا هترحل. فبيقوله فاكر مينو؟ فبيقوله انا معرفش حد بالاسم ده. وبيسالوا عن اليوم اللي مينو مات فيه. فبيجي المشرف يقول لهم كل واحد على شغله شويه، وبيديهم مذكرات بتاعت مينو وهو بيتكلم عن نيمال فيها، وبيتكلم عن اكله المفضل وانه شخص كويس جدا وبيحبه. صاحب المصنع بيجي وبيشوف غيونيو
يو وبيشك فيه، وواحد من العمال بيقولوا انه كان مع المحاميين اللي جم قبل كده فبيهرب منهم، فبيقولوا للعمال اللي هيمسكوا هياخد 100,000 ون، وهو ماشي يتمخطر وسطهم، وهوي جو بتدخل بالعربية وبتاخده بسرعة ويهربوا، بس بيلاقوا الشرطة بره وبيقولوا لهم انهم ناس استغلالية ومش ماشيين على واحد سلامة، والدليل اهو، وبيطلع موبايل غيون يو وبيلاقيه فصل، فبيروح موجين قايل لهم على موت مينو، فصاحب المصنع بيقول له انه مات بسبب غلطه، محدش قال له اشتغل، فبيجي نيمال وبيقول لهم انتوا اللي موتوه، كان ممكن يعيش لو لحقناه، وبيطلع معاه فيديو وبيبقى بيصور مينوك وهو بيعلمه كوري، وبيجي المشرف يقول له المكنه وقفت تعالى صلحها عشان تقدر تسافر، بس المكنه بتسحب دراعه وبيحاولوا يطلعوه بس مش بيعرفوا، فالمدير بيقول لابوه فبيقول له اضمن سكوت اللي عندك الاول وسيبه لحد ما يموت، ووديه الطوارئ بعربيه المصنع، وبيبقى مات اصلا الساعه 12 وتلت، فموجين بيرسله له قضايا كده اللي هتبقى عليه، فبيتعصب وبيروح ضارب غيونيو، وهوي جو بتثبتهوله وبتقول للشرطه شفت اتهجم عليه، احنا هنوجه له تهمه اعتداء، وفعلا بيتقبض عليهم والاعلام بيتكلم في الحوار. موجين بيروح السوبر ماركت وبيشوف الرئيس هناك مش عايز يدي للموظف فلوسه وبيتهرب منه، فبيحاسب وبيقول له عايز نجيب لك مرتبك المتاخر، فبيقول له لا شكرا، وبيروحوا تاني يوم لمامة مينو وبيوروها فيديوهات ليه تفرح بيها جدا، وبتقول لهم استنوا هعمل غدا نتغدى مع بعض، فبيبص لمينوك وبيقعدوا ياكلوا معاه وبيقضوا وقت حلو وهي بتبقى مبسوطه، وهما ماشيين بتقول لموجين انت بتفكرني بابني، وبيودعوها وبيمشوا، بس موجين بيلف وبيودعها بالسلام بتاعها هي ومينوك، فبتشوف ابنها وبتحضنه وبتقعد تعيط وهو بيطلع بسلام، وهما مروحين بيبقوا مبسوطين وبيقولوا له ها شايف اشباح، فبيقول لهم لا، وبيفكر ان العد كده خلاص خلص وبيفرحوا، بس سلك الكهرباء بيقع عليه فبيتكهرب، وبيقول للشخص اللي مضى مع العقد هو مش العقد خلص عايز ايه، فبيقول له العقد مدته 6 شهور وانت هتساعد الارواح في المده دي، ولو رفضت هتموت، انت ما قرأتش العقد، وبيوريه العقد واللي بيبقى فيه شروط خاصه ما بيلحقش يقراها وبياخده منه، بيرجع بيلاقي نفسه في المستشفى والدكتور بيقول ممكن يروح عادي، وبيقول له هوي جو انه المفروض يساعد الارواح 6 شهور، وبيشوف اذا كان في شبح حواليه ولا حاجه بس مش بيلاقي حاجة، بيركب العربية بس بيقولوا له يروح الساونا يفك جسمه شوية، وهما بيتمشوا والصحفية بتبعت له رسالة، فهي بتغير واختها بتشوفها فبتغلس عليهم وبتاخد بالها انها لابسة الجاكيت بتاعها، فبتتخانق معاه في الشارع وبتبقى عايزة تخلعه لها، وبيروحوا مطعم وبتاخده منها، وهي جو بتلبس مريالة المطعم وبتشوف الفيديو لناشرين الموجين وبتتريق عليهم، فبيزعقوا مع بعض وبيبقوا هما الاتنين سكرانين وبيقعدوا يتريقوا على بعض وهما مروحين. موجين بيبقى دافن نفسه في الرملة بس بيشوف واحدة بيتفزع وبيقوم مش بيلاقيها، بيغير هدومه فبيلاقيها في مراية الضلفة بتاعته، بيروح المكتب وبيفضل يتلفت حواليه وبيدخل بسرعة ويقفل الباب وراه، فبيلاقيها على كرسي المكتب، بيخاف منها وبتطلع ممرضة من المستشفى بيقول لها عايزة ايه، فبتروح داخلة جسمه. تاني يوم هوي جو بتروح المكتب وبتبقى الممرضة في جسمه، وهوي جو بتقول له ميجو بتعاملنا كأننا نصابين، ايه رأيك ننتقم منها، فبتقول لها يلا، فبتاخدها على المستشفى بس بتعمل نفسها مش قادرة تاخد نفسها، والدكتور بيجي يشوفها فبتقوله لقيتك، وبتروح ماسكاه من لياقته وبتقوله عملت فيا كده ليه، وبييجوا يسلكوهم من بعض بالعافية، هوي جو بتقوله استريح وانا هجيب لك ميه، وبتشوف غيون يو فبتحكي له على اللي حصل، وبيروحوا يشوفوه بسرعة بس مش بيلاقوه، وبتبقى راحت ورا الدكتور اللي بيتمشى ده وبتروح ماسكاه ضربه وبتكرر كلامه انتي مبتدئة، انتي مفكرة نفسك دكتورة هتقولي اعمل ايه وما اعملش ايه، وبتقول له انا عملت اللي طلبته مني بتحملني الذنب ليه، فالتاني بيستغرب من كلامها فبتروح ضرباه، والامن بيجي يشيلها عنه بالعافيه برضه وبيطلعوهم بره المستشفى خالص، وبتقعد هي جو تقول له ايه اللي عملته ده، الحمد لله انه مش هيقضينا، وهو اصلا بيبقى مش فاكر حاجه من اللي حصل، وهو ماشي بيشوف الممرضه اونيون واقعه من فوق، بيروحوا المكتب وهي جو بتقول له حاسبني انا مش هكمل معاك، انا مش ضامنه دي ممكن تولع في المستشفى او تقتل الدكتور، وغيون يو بيبحث عنها بس مش بيلاقي مكتوب عنها غير انها انتحرت من فوق مبنى المستشفى، فالتانية بتخاف اكتر احسن تعمل حاجه وهي في جسمه وهو اللي يتعاقب، فغيون يو بياخدهم لدجاله بيقولوا لها تخرج الشبح اللي عليه، فبتتخض وبتقول لهم ما اقدرش ده جنرال عظيم هو اللي انقذ حياتك لازم تعمل اللي هو بيقوله لك، وبتقول له الست دي روح انتقاميه غلط انها تدخل جسمك، وبتقول له على تعويذه عليها غصب، فبيقوموا ويسيبوها ويمشوا، بيروحوا الكنيسه وبيكلموا الكاهن انه يطلع الروح من عليه، فبيقول لهم ما بعملش كده، فبيروحوا الكاهن في معبد بوذا وبيقول لهم جيتوا للمكان الصح، وبيخليهم يسجدوا كتير جدا لدرجة انهم ما بيبقوش قادرين يقوموا ولا ينزلوا السلم، وبيروحوا
بس غيونيو بيقول له ما تنساش التعويذة، وبيطلع انه اشتراها عشان عليها خصم، وبيلبس السبحة اللي الكاهن اداهاله، وبيريحوا هما بقى، وبيسيبوا غيونيو هو اللي يسوق. بيوصلوه المكتب وبتقول له خلي بالك من نفسك، طب اطلع اربطك في سرير طيب عشان ما تتحركش. فبيقول لها ما تقلقيش انا اصلا مش قادر اتحرك. وبيروح السوبر ماركت وبيبقى مش قادر حتى يدخل يشتري حاجه، والموظف بيساعده. بيرجع البيت ياكل حاجه خفيفه وبيلاقيها في وشه بتقرب عليه، فبيخاف منها. وبيروح الجنرال جاي ويقول له لازم تعرف ايه اللي حصل لها عشان تعرف تساعدها. فبتدخل جواه، فبيعرف ان الممرضه المسؤوله عنها بتعاملها معاملة وحشة جدا، وبتكلفها بشغل كتير، وبتشيل ساعات إضافية في الشغل، ودايما متضايقة من شغلها وكارهة وجودها أصلا. والبنت أصلا مبتدئة ولسه بتتعلم. وفي واحدة زميلتها بتقول لها إن اللي ماسكاها كانت حامل وأجهضت، وكانت بتحاول تاني، بس مديرة التمريض قالت لها ما تحملش عشان في ممرضة تانية حامل في القسم. فبتبقى متضايقة. هوي جو بتروح تمشي الكلبة مع غيونيو، وبتبقى قلقانة على موجين. فبيقول لها اننا ممكن نشوفه، وفعلا بيفتح فيديو من المكنسة الآلية وبيبقى نايم. بعدها بيفوق، فالجنرال بيقوله ارجع كمل، لازم تحس بمعاناتها عشان تعرف تساعدها. وبتبقى مسؤولة عن مريض بيغيروا مكانه عشان مفيش سراير، والدكتور بيقول لها تديله امبولين كلوريد بوتاسيوم. فبتقوله ان النتائج بتاعته طبيعية. فبيقول لها انت مفكرة نفسك دكتورة، انا اللي بقوله يتنفذ. فبتسجله في النوتة بتاعتها، وبتروح لصاحبتها وبتقول لها انها تعبت وبتفكر تستقيل. فبتقول لها لازم تكملي سنة عشان تعرفي تروحي مكان تاني، وبتحاول تهون عليها. بس الحربية بتقول لها عايزاك، وبتقول لها انت مقدمة تقرير اني بعاملك وحش، وبتروح زقاها وبتكلمها بطريقة وحشة جدا. والورقة بتقع تحت الاستن، وبينادوا على التمريض والدكاترة عشان في حالة بتسوق. وبتطلع الحالة بتاعتها بسبب الحقن اللي الدكتور قال لها عليه. ومرات الحالة بتزعق فيها، والدكتور بيقول لها معلش كانت غلطة الممرضة بتاعتنا وبيعتذر لها. وبيروح مزعق مع اونيونج، بيقول لها انت بتعيطي، انت مفكرة انك تستحقي تعيطي، انت مش شايفة اللي عملتيه. وبيزعق مع الممرضة المسؤولة عنها، فهي كمان بتزعق فيها. فبتقول لها هو اللي قال لي. قالت لها محدش هيصدق ممرضة ويكذب دكتور. والاستاذ المدير بيقول له ظبط كل حاجة عشان سمعتك وسمعة المستشفى. وهي بتسمعه ما يحملوها مسؤولية اللي حصل. فبتطلع فوق سطح المستشفى وبتروح نطة. بيفوق بيلاقي نفسه مع جنرال، فبيقول له انا مش هعرف اعمل حاجة وهي بتلبسني كده. فبيقول له انا هخليها لك معايا، اتصرف انت بس. وموجين بيسأل الجنرال يعمل ايه، فبيقول له قرب. وبيحس الارض بتتهز تحته، وبيقوم على الزلزال. فبيقعد يذاكر بقى قانون التعويضات عن الحوادث الصناعية، وبيعمل مخطط باللي الممرضة تعرضت له. وبيتجمعوا بقى وبيشرح لهم هي تعرضت لإيه، وبيفكروا ازاي يلاقوا دليل، لأنهم طبعا خافوا كل حاجة. وبيتواصلوا مع أهلها عشان يسمعوا منهم، وبيبعتوا لهم العنوان، وبيقوموا عشان يمشوا. فموجين بيقول لهم خليكم معايا عشان بخاف. فويجو بتقول له تقعد هنا ليه، ما تروح بيتك. وهو ما كانش بيبات في البيت عشان ميجو مش معاه، بس بيسيب لهم المكتب وبيروح على البيت. ويجو بتبعت له عنوان أهل الممرضة وبتروح. فميجو بتقول لها لو مش بتحبي غيونيو ما تديلوش امل على الفاضي. فبتقول لها اصلا مش نوعي. فبتتريق على اللي كانوا نوعها وما كملوش برضو. فبتقول لها وبالنسبه لموجين لا متطلقين ولا عايشين مع بعض. فبتقول لها مثل كده بتدور عليه، وبيبقى معناه بتحبهم في غيابهم بس مش بتطيق وجودهم. تاني يوم موجين بيروح لأهل الممرضة، وبيبقوا متضايقين طبعا عليها ومش عارفين هي عملت كده ليه. وراحوا لمكتب محاماة كبير بس اسقطوا القضيه، وقالوا لهم ان الوضع مش هيختلف لان مفيش دليل. وبيدوله الكارت بتاع الشركه دي. جو بتفضل قاعده في المستشفى عشان تقابل صاحبه اونيونج، بس مش بتقابلها لانها ماضيه على اتفاقيه عدم افشاء. وبتعرف مديره التمريض، فبتقلق وبتقول لها خلي بالك من كلامي. سيو جونج الممرضه اللي كانت مسؤوله عن اونيونج بتقول للدكتور على اللي حصل، ويزعق لها وبيقول لها لو حد عرف حاجه انت المسؤوله، انت اللي كنتي بتزعقي لها وبتشيليها شغل كتير. تاني يوم بيروحوا لشركه المحاماه دي، بس بيقولوا لهم ان مفيش اي دليل لا تسجيلات ولا رسائل على انها كانت بتتعرض لحاجه في الشغل. فبيقابلوا المحقق واللي بيقول لهم انها قضيه انتحار عاديه. بيقولوا له بس دي كانت في المستشفى. يقول لهم ما طبيعي اي حد بينتحر بينط من فوق مبنى الشغل عادي. وبعدين انا سمعت انها انفصلت عن حبيبها وما كانتش عايزه تعيش بعديها، وكمان انا ما لقيتش دليل على انه ممكن يبقى تنمر. بيمشوا وبيبقوا متضايقين من الكلام اللي مش منطقي ده. بيروحوا السوبر ماركت وبيلاقي يونجي هناك. فبيقول له ايه ده انت ما بتاخدش اجازه ليه؟ فبيقول له ايه هتضرب رئيسي؟ فبيقول له قول لي بس وانا اجيب لك حقك. فبيقول له ده انت طلعت محامي عمال بجد بقى. بيروحوا المكتب وبيبقى غيونيو اشترى نضاره فيها كاميرا عشان يصور من غير ما حد ياخد باله، بس بيبقوا متضايقين عشان مفيش دليل يعرفوا يثبتوا بيه التنمر. موجين بيدي ورقه لهويجو بيقول لها تصورها،
بس بيقع منها الورق تحت المكتبة، فموجين بيفتكر ورقة تقرير التنمر اللي وقعت تحت الاستند. بيروحوا بسرعة المستشفى، وغيون يو بيلبس النضارة والبلطو وبيدخل المستشفى كأنه دكتور، والبنات بتضحك له، فهوي جو بتغير عليه وبتسيب موجين وبتروح الحمام. موجين بيقول له اطلع قسم البطنة ودور على الورقة في المخزن، وموجين بيلمح سيوجونج واقفة، فبيقول له غيون يو انا جاي اكلمها وانت دور على الورقة. فبيسأل ممرضة على المخزن فبتشاور له عليه، وهي جو بترجع مش بتلاقي موجين. الممرضات بيتكلموا مع بعض عن وسامة الدكتور الجديد وانه سأل على المخزن. الدكتور بيلمح موجين في المستشفى فبيبعت الامن وراه، فبيطلع هو على السلم بسرعة. الممرضة بتدخل المخزن بتتفاجئ بغيون يو وبتسأله انت مين، فبيقول لها تدريب، فبتقول له بس اللي جاي تدريب دكتورة مش دكتور، وبتشك فيه فبيهرب بسرعة على السلم هو كمان. والممرضة بتبلغ الامن عن غيون يو وبيبقوا الاتنين مطاردين. هوي جو بتيجي بسرعة تدور على موجين، احسن اونيونج تلبسه هتبقى مشكله. المهم ان غيون يو وموجين بيتقابلوا على السلم وبيتاكد انه مش ملبوس، وبتبقى الممرضه سيجيونج على السطح وعايزه تنتحر، وبتفتكر اتفاقيه عدم الافشاء اللي مضت عليها وانهم قعدوا يتكلموا عليها وحش بعد موت اونيونج. موجين وغيون يو بيطلعوا على السطح بس بيلاقوا الممرضه سيجيونج هتنتحر، فبيروحوا لها بسرعه فبتسالهم انتوا مين، فموجين بيقول لها المحامي اونيونج انزلي، فبتقول له ما كانش عندي اختيار تاني، وبتروح رجليها فلتة بس هو بيمسكها وهي بتشوف اونيون وبتعتذر لها، فبتقول لها لو كنتي اسفه فعلا اطلعي وقولي للناس على الحقيقه، وبيعرفوا يطلعوها فبتحضنه وبتعتذر. وبينزلوا فيديو عن اللي حصل مع اونيون وبيصوروا مع صاحبتها وبيعرضوا تقرير التنمر، وصاحبتها بتقول انهم في المستشفى اجبروهم انهم يقولوا انها كانت تعبانه بعد الانفصال. بيجي لهم رساله من حبيبها وبيقابلوه، فبيوريهم رسائل انها كانت دايما مشغوله ومش عارفه ترد عليه ولا بيتقابلوا، وما كانتش عارفه تنقل وكان عندها اكتئاب وانفصلوا، فبيتضايق انه كان المفروض يقف جنبها في الوقت ده. فموجين بيحضنه والناس بتتفرج عليه. سيو جونج بتفكر في ورقه التعليمات اللي الدكتور قال لها خلاصي منها، بس هي احتفظت بيها وبتبعتها لموجين. وغيون يو وهوي جو بيعملوا بث مباشر وبيصوروا مع اهل اونيون، وبتدخل الشرطه المستشفى عشان يحققوا في موضوع التنمر وبيصادروا كل الملفات. الدكتور بيروح لدكتوره نفسيه عشان بيشوف حاجات غريبه ومش عارف ينام منها، والتلفزيون بيتكلم عن ان اونيونج انتحرت بسبب تنمر في العمل، وبيجيبوا جزء من فيديو غيون يو وبيقوم يقول للناس ده انا اشتركوا في قناتي. بيعملوا زي نصب تذكاري كده لاونيونج، وكل واحد بيودعها بورده وانها هتفضل في ذاكرتهم دايما، وسيو جونج بتودعها وهي بتبقى مبسوطه، فموجين بيقول لها من عندك ما تقربيش، فبتشكره من عندها وبتطلع بسلام. وهم مروحين بيبقوا مبسوطين انهم ساعدوها، وموجين بيقف يربط الجزمه وبيبقى في سواق اتوبيس نايم هيدخل فيه، وبتخلص الحلقه. لو عجبكم الملخص دوسوا لايك سبسكرايب واشوفكم في ملخص تاني. سلام.